الفيلم بيبدأ في سنة 965 قبل الميلاد في كوكب الأرض، وبيهجم على الأرض كائنات فضائية اسمهم عمالقة الصقيع، وبيحولوا الناس لجليد. ولما بيعرف أودين ملك أسجارد باللي حصل، بيجمع الجيش بتاعه وبيحاربهم، وبيقدر فعلا يهزمهم، وبياخد التسراكت وهي مصدر القوة بتاعتهم، وبيحتفظ بيها في أسجارد، وبتكون أقوى مملكة في الكون. وبيكون عند أودين طفلين، ثور ولوكي، ودايما بيحكي لهم عن الحروب اللي خدها، وبيحكي لهم كمان عن عمالقة الصقيع، وبيقول لهم ان هم يحاولوا تاني بعد هزيمتهم يرجعوا التذكارت، ولكن واحد فيكم في المستقبل هو اللي هيحكم المملكة دي وهيواجهها. وبيكون ثور متحمس جدا، وبيقول له هدمرهم كلهم. بعدها بتمر سنين كتير، وبيكبر لوكي وثور، وبيكون ثور النهارده هيتعين ملك لأسجارد، لان اودن كبر في السن وما عادش قادر. وبيكون ثور متحمس جدا ومعاه السلاح بتاعه، وهو عبارة عن مطرقة محدش بيقدر يشيلها غيره، وبتتحكم في البرق. وأثناء تتويج ثور بيهجم مجموعة من عمالقة الصقيع للقصر علشان يسرقوا التسراكت، وبالفعل بيقدروا يوصلوا لها، لكن الحراس بيشوفوهم وبيدمروهم. بعدها بيروح ثور وأودن علشان يشوفوا اللي حصل، وبيقول ثور لأودن إن ما ينفعش نسكت على اللي حصل ده وإلا هيتكرر تاني. وبيكون عايز يروح كوكبهم ويهجم عليهم علشان يعلمهم درس، لكن أودن بيرفض، ولو ده حصل ممكن تقوم حرب. ولكن ثور ما بيهتمش بكلامه، وبيروح يجمع الفريق بتاعه علشان يهجم على كوكب عمالقة الصقيع، وبيطلب من هاميدال يفتح البوابة للمكان ده، لكنه بيرفض. لكن ثور بيقدر يقنعه، وبالفعل بيفتح له البوابة للكوكب. وبيروح فعلا ثور وبيقابل الملك بتاعهم واسمه لوفي، وبيفضل ثور يستفز فيه، لكنه بيأمر رجالته يهجموا عليهم، وبتقوم بينهم معركة. لكن فجأة بيظهر أودين وبيطلب من لوفي يوقف كل اللي بيحصل ده، والا هتقوم حرب بينهم تاني. وبياخد بعدها ثور وفريقه وبيرجعوا لمملكة أسجارد من تاني. وبيفضل يتعصب على ثور وبيقول له انت مش جاهز تبقى الملك لان ما بتتصرفش بعقلانية. فبيتضايق ثور هو كمان وبيغلط فيه، وبيقول له انه كبر في السن وبقى بيخاف. فبيغضب اودين جدا من كلامه، وبيجرد ثور من قوته، وبيقرر ينفي كوكب الارض. وبيحط كمان تعويذة على المطرقة بتاعته ان اي حد جدير بيها هيملك قوة ثور، وبيرميها كمان لكوكب الأرض وراه. بعدها بنشوف مجموعة من العلماء بيبحثوا في الصحراء وبيستشعروا طاقة كبيرة، وبينزل فجأة ثور من السماء وبيخبطوه بالعربية، وبيفضل ينادي على همدال علشان يفتح البوابة، لكن ما بيسمعلوش. وبيكون الناس دول خايفين منه جدا وفاكرينه مجنون، فبيكهربوه وبيفقد الوعي، وبينقلوه بعد كده للمستشفى. ولما بيفوق بيفضل يضرب في كل اللي حواليه، لكن بعد كده بيجي الدكتور وبيخدره وبيفقد الوعي تاني. وبيجي تاني يوم وبيكون في راجل ماشي بالعربية بتاعته في الصحراء، وبيشوف المطرقة دي بتاعت ثور وبيحاول يشدها لكنه ما بيعرفش. وبيجي بعدها ناس كتير يحاولوا يشدوها لكن برضه ما بيعرفوش، واللي بيجرها بالعربية كمان بتاعته والعربية بتنكسر. بعد كده بيوصل عميل من منظمة شيلد اللي هي بتاع نيك فيوري، وبيبلغهم باللي شافه. بعد كده بيحاول ثور تاني يهرب بالمستشفى، وبيقدر وبينجح فعلا. ولما بيخرج الشارع بيوصلوا العلماء دول وبيخبطوه تاني بالعربية. بعدها بنشوف لوكي طمعان في قوة التسراكت وبيحاول يروح ياخدها، وبيروح فعلا. ولما بيلبس المكعب ده بيلاقي لونه اتحول للأزرق. بعدها بيجي له أودن وبيحكي له إنه من زمان في حرب مع العمالقة الصقيع كان في طفل صغير وصعب على أودن جدا، وقرر ياخده ويربيه معاه، والطفل ده هو لوكي. وبيفهم لوكي إنه مش ابن أودن ولا أخو ثور ومن كوكب عمالقة الصقيع. وبيتعصب لوكي جدا على أودن وبيقول له انا دلوقتي فهمت ليه بتفضل ثور عني وان اخترته هو يكون الملك. وهنا بيزعل اودن من كلامه جدا وبيتعب وبيفقد الوعي. بعدها بيجوا الحراس بياخدوه، وبيستغل لوكي تعب اودن وغياب ثور، وبيقرر يحكم المملكه وبيقعد فعلا على العرش. بعدها بنرجع للارض وبيكونوا العلماء دول اخدوا ثور لمطعم عشان ياكلوه، وبيفضل يحكي لهم عنه وانه ملك لكنهم ما بيصدقوش. وبيسمع ناس جنبه بيتكلموا عن مطرقه في الصحراء محدش قدر يشيلها، وبيروح يكلمهم ويعرف منهم مكانها. ولما بيخرج بتجري وراه جين وبيقول لها توديه لمكان بيبيع حيوانات. وبيروح فعلا وبيطلب من الراجل ده انه يشتري حصان، لكنه بيقول له احنا ما بنبيعش حصنه. وبتيجي جين وتقول له انا هوصلك، وبتوصله فعلا للمكان اللي فيه المطرقه. وبتكون منظمه شيلد محاصره المكان بالكامل، وبتعمل ابحاث عن المطرقه دي عشان يعرفوا محدش قادر يحركها من مكانها ليه. وبيهجم عليهم ثور وبيفضل يضرب في كل الحراس ويقدر يوصل فعلا للمطرقه، وبيكون فرحان جدا. ولما بيحاول يشيلها ما بيقدرش، وبيفضل يصرخ بكل قوته علشان والده جرده من قوته. بعدها بتيجي الشرطة وبتعتقله، وبيفضل العميل ده يحقق معاه، لكن ثور ما بيرضاش يتكلم معاه خالص. بعدها بيشوف قدامه لوكي وبيفرح اول ما بيشوفه، لكن لوكي بيقول له ان اودن مات وانت السبب،
وبيكون بيكذب عليه، وبيحس ثور بالذنب، وما بيكونش لوكي عايز ثور يرجع اسجارد تاني علشان هو اللي يحكمها. وبيحاول قبل ما يمشي يشيل المطرقة بتاعته لكن ما بيقدرش. بعدها بيجي دكتور إيريك وبيقدر يخرج ثور. بعد كده بيروح لوكي للوفي ملك الصقيع وبيعمل معاه صفقة، وإنه هيسهل دخول الأسجارد عشان يحاول يقتل الملك أودن عشان لوكي يبقى هو الملك. مقابل ده هيرجع له من تاني. ولما الفرقة بتاعت ثور بيعرفوا نوايا لوكي بيقرروا يرجعوا الأرض تاني علشان يرجعوه. وبيروحوا لهامدال وبيساعدهم فعلا وبيفتح لهم البوابة للأرض، وبيفضلوا يدوروا على ثور وبيقدروا يوصلوا له فعلا. وبيفرح جدا اول ما بيشوفهم وبيحضنهم، وبيفضلوا يحكوا له ان اودن عايش مش ميت، وان لوكي كان بيضحك عليه عشان ما يرجعش اسجارد ويبقى هو الملك. ولما بيعرف لوكي ان همدال ساعد فرقه ثور بيروح له بيجمده، وبيبعت بعدها حارس آلي ضخم للارض عشان يخلص على ثور. وفي طريقه بيقابل عملاء وبيهجم عليهم وبدأ يقتل فيهم. بعدها بيوصل لمكان ثور وبيفضل يتقاتل مع اصحابه لكنه بيكون قوي جدا ومش قادرين عليه. وبيحاول ثور يهجم عليه لكن بيضربه بقوه وبيرميه بعيد لان ثور اتجرد من قوته وبيكون هيموت. وفي نفس الوقت بيفوق اودن وبيقرر يرجع لثور قوته من تاني، وبيقدر فعلا يستدعي المطرقه بتاعته وبيهجم على الكائن ده وبيقضي عليه. بعدها بيودع جين وبيقول لها انه يرجع لها تاني، وبيرجع هو بفرقته الاسجارد عشان يلحق اودن قبل ما يموت. وفي نفس الوقت بيكون لوفي قدر يوصل للقصر بتاع اودن وبيكون هيقتله. قبل ما يخلص عليه بيضربه لوكي وبيقتله، وبتكون اصلا دي خطه عاملها عشان يبان انه كويس قدام الكل وان اللي هو انقذ اودن من الموت. وبيوصل صوره كويسه لابوه وامه. وبيوصل ثور وبيقول لوالدته ان دي خطه عملها وانه بيكذب وانه مخطط لكل حاجه. وبيبدا لوكي فعلا يهجم عليه لكن ثور ما بيبقاش عايز يضربه لان اخوه، لكنه بيقول له انا مش اخوك، وبيفضل يضرب فيه. فبيضربه ثور وبيهزمه وبيقرر يكسر الجسر اللي بيتنقله من العوالم عشان ينهي الحرب دي. وبيكون لوكي وثور هيقعوا من على الجسر وبيلحقوا اودن على اخر لحظه، لكن لوكي بيحس بالذنب وبيقرر يسيب ايد ثور ويقع. وبينهار ثور اول ما بيشوف اخوه بيموت قدامه. بعد فتره بنشوف ثور مع اودن وبيقول له انك هتبقى ملك حكيم، لكن ثور بيقول له مفيش حد هيبقى حكيم زيك. وبيقول له كمان انا قدامي لسه كتير اتعلمه وفي يوم من الايام هخليك فخور بيا. فبيقول له اودن انا فخور بيك من دلوقتي. بعدها بيروح لهمدال وبيقول له احنا خلاص فقدنا الاتصال بالارض. فبيقول له هنلاقي حل لان دايما بيكون في حل. وبيكون مشتاق لجين جدا وبيكون عايز يشوفها تاني. بعد فتره بنشوف نيك فيوري وهو بيستدعي دكتور إيريك وبيوري له التسراكت وبيطلب منه يعرف ايه ده لان في طاقه كبيره جدا. وبنشوف كمان انعكاس لوكي في المرايه وبيكون لسه عايش ما ماتش. الفيلم بيبدأ في الماضي قبل آلاف السنين مع كائنات الظلام، وده الملك بتاعهم واسمه مالكس، وهدفه انه يحول العوالم كلها لظلام باستخدام مادة اسمها الإثارة. وعشان ينفذ الخطة دي محتاج العوالم التسعة انها تتجمع، ودي ظاهرة بتحصل كل 10,000 سنة. ولما بتتجمع بيحاول ينفذ خطته. ولما بيعرف الملك بور أبو أودن وجد ثور بيتصداله وبتقوم معركة كبيرة وبيقدر يهزمه فعلا. وبيهرب ساعتها ماركس وبيسيب الجنود بتوعه يموتوا. بعدها بيأمر بور رجالته يخبوا القيصر ده في مكان محدش يقدر يوصل له، وبيعملوا كده فعلا. بعدها بنرجع للوقت الحاضر وبنشوف جنود أسجارد وهم قابضين على لوكي وبيودوه قدام أودن. وبيكون هدف لوكي كمان إنه ينشر الفوضى في العوالم وبيحاول يحتلها. وبيأمرهم أودن يحطوه في زنزانة، وبيكون كمان قدر يرجع الجسر من تاني. وبكده بقوا بيتنقلوا خلال العوالم. وبيروح ثور هو وفرقته عشان يوقفوا الفوضى اللي بتحصل في العوالم. وعلى كوكب الارض بتكون جيم مفتقده ثور جدا، وبتكون مرت سنين كتير على اخر مره شافته فيها. وبتجيلها صاحبتها بتوري لها الجهاز بتاعهم وبيكون لقط اشارات غريبه جدا، هي دي نفس الاشارات اللي جه منها ثور في الجزء الاول. فبتفرح جدا جين وبتفتكر ده ثور، وبتروح المكان ده هي وصاحبتها وبيوصلوا فعلا وبيلاقوا المكان ده ضد الجاذبيه اصلا وغريب. وبيحاولوا يرموا اي حاجه على السلم فبتنزل لهم من السقف. وبتفضل جين تستكشف المكان ده لحد ما في مره بتتسحب جوه، وبيكون ده نفس المكان اللي مدفون فيه الايسر. وبتتحرك الماده دي وبتدخل جوه جين وبيغمى عليها. وفي نفس الوقت بيفوق مالكس من الثبات بتاعه اللي كان فيه الاف السنين، وده بسبب ان الايسر اتحرك من مكانه. وبيقرر يدور عليها عشان ينفذ خطته. وفي نفس الوقت على كوكب اسجارد بيقول هامدال لثور ان اللي شايفه قدامه ده ظاهره اتحاد العوالم بتحصل كل 10,000 سنه. ولما بتحصل ما بيكونش فيه فواصل بين العوالم تقدر تتنقل من خلالها بسهوله جدا. وبيسأل ثور هامدال عن جين لان هامدال عنده القدره يشوف اي حد في اي مكان. ولما بيحاول يشوفها بيعرف اللي حصل لها وان الايسر دخل جواها. فبيعرف ثور فورا وبيقرر يروح لها، وبيروح لها فعلا على كوكب الارض. واول ما بتشوفه بتجري عليه وبتديله بالقلم
لأنه طول الفترة دي ما فكرش يسأل عنها. وبتوصل فجأة الشرطة في المكان وبيحاولوا يقبضوا على جين، ولما بيلمسها بتدافع عنها مادة الأيسر عن نفسها وبتكون هتدمر المكان، فبياخدها ثور فورا وبيقرر يروح أسجارد عشان يحاول يساعدها ويخرج المادة دي منها. وبيوصلوا أسجارد وبيبدأوا العلماء هناك يفحصوها وبيلاقوا الطاقة اللي جوه جسمها دي كبيرة جدا ومش عارفين يخرجوها ازاي. وبيوصل أودن وبيرفض وجود جين في المملكة لأن مش مسموح بالغرباء في أسجارد، وبيحاول ثور يتكلم معاه عشان يقنعه ويسيبها لكنه بيرفض. ولما بيحاولوا القوات يمسكوها علشان يخرجوها بره أسجارد بتكون الأيسر هتدمر المكان. ولما أودن بيلمسها بيعرف المادة دي ايه، وبياخد جين وثور وبيفضل يحكي لهم عن كائنات الظلام والحرب اللي كانت بينه وبين والده. ولما جين بتسأله تخرجها ازاي فبيقول لها معرفش لان كل المعلومات اللي عنده عن الحكايه دي بس. وفي نفس الوقت بيعرف مالكس ان الايسر في مملكه اسجارد، وبيبعت واحد من رجالته وبيزرع جواه ماده غريبه، وبيوصل الشخص ده فعلا اكنه سجين، وفي الزنزانه بيخرج الماده دي وبتنفجر وبتتحول لوحش ضخم، وبيقدر يشتت الحراس لحد مالكس وباقي الجيش يدخلوا اسجارد. وبيدخلوا فعلا وبيبداوا يدمروا كل حاجه حواليه وبيقتلوا كل اللي بيلاقوه. وبتحاول ثور تحمي جين لكن مالكس بيوصل لها وبيفضل يتقاتل معاها وبيقتلها، وبيهرب بعدها من المكان هو وجنوده. وبينهار اودن اول ما بيشوف مراته بتموت على ايده. تاني يوم بيعملوا لها جنازه وسط حزن الجميع، وبيقرر اودن يحبس جين وبيروح لثور وبيطلب منه يحررها لانه عايز يستخدمها انه يلاقي مالكس وينتقم منه. لكن اودن بيرفض. بعدها بيجمع ثور فرقته وبيعرض عليهم خطته، وهو انه هيحرر جين ويتنقل لمكان بره اسجارد. ولما مالكس يجي ياخد الايسر هيواجهه وهيدمره. عشان يعمل كده محتاج يطلع من اسجارد من الممر السري عشان الجنود ما يوقفوش قدامه، والوحيد اللي يعرف الممر ده هو لوكي. وبيقرر ثور يروح له عشان يطلب مساعدته، وبيروح له فعلا وبيوافق لوكي. وبياخدوا بعدها جين وبيهربوا وبيحاولوا الحراس يوقفوهم لكن بيقدروا يهربوا منهم، وبيقدروا يدخلوا الممر ده فعلا ويوصلوا المكان اللي فيه مالكس وبيلاقوه فعلا قدامهم. وفجأة بيطلع لوكي سكينة وبيطعن ثور وبيقتله، وبيرمي جين لمالكس وبيقول له انه عايز يتعاون معاه علشان يدمر اسجارد. بعدها بيحاول مالكس يطلع الايسر من جين، واثناء ده بيفوق ثور وبيحاول يدمرها باستخدام البرق بتاعه. وبتكون دي اصلا خطه عاملها ثور ولوكي علشان يخرجوا الايسر ويدمروه. وبيحاول ثور يدمرها لكن ما بيقدرش وبتدخل جوه مالكس، وبكده بقى قوي جدا. وبيبدأ ثور ولوكي يتقاتلوا مع جيش الظلام لكنهم بيكونوا اقوياء جدا وممكن يموتوهم. فبيقرر لوكي يضحي بنفسه علشان ثور وجين يخرجوا من المكان، وبيموت فعلا لوكي. وبينهار ثور اول ما بيشوف اخوه بيموت. بعدها بياخد جين وبيهرب، وبسبب ان العوالم متحده دلوقتي بتقدر جين تلاقي المكان اللي بين العوالم ده وكوكب الارض، وبتوصل له فعلا وبتدخل منه وبتخرج لكوكب الارض. بعدها بتاخد ثور للدكتور إيريك وبيحاولوا مع بعض يلاقوا طريقه يوقفوا بها مالكس قبل ما يدمر العوالم، وبيقدروا يعرفوا المكان اللي مالكس هيدخل منه الارض، وبيكون معاهم جهاز ممكن يوقفه. وبيروح فعلا للمكان ده وبيلاقوا مالكس وصل بالسفينه بتاعته، وبيبدا ثور يتقاتل معاه لكن مالكس بيكون قوي جدا وبيستخدم الايسر عشان يبدا تنفيذ خطته. فبيستخدم ثور الجهاز بتاع الدكتور إيريك، وبسببه بيقدروا يدمروا مالكس وبينقلوا كل جزء من جسمه في عالم مختلف، وبيقدر ثور يهزمه وبيرجعوا العالم بتاعه هو والسفينه بتاعته، وبتقع عليهم وبتقتله. وبيموت مالكس وبيرجع السلام تاني للعوالم وبتنتهي ظاهره اتحاد العوالم. بعدها بيرجع ثور لأسجارد وبيعتذر لأودن إنه خالف أوامره، وبيقول له أنا عملت كده عشان أنقذ العوالم، وإنه فكر كتير قبل ما يعمل كده. وقرر يروح لمالكس علشان يبعد مملكته أو أي مكان عن الدمار. وبيقول ثور لأودن إنه هيتنازل على العرش ومش عايز يبقى ملك، وبيوافق أودن على كلامه وبيمشي ثور. بعدها بنكتشف إن ده أصلا لوكي مش أودن وما ماتش ولا حاجة. الفيلم بيبدأ مع ثور وهو مربوط ومتاخد أسير من الشيطان ده، وبيقول له ثور انا افتكرت ان ابويا قتلك من نص مليون سنه. فبيقول له انا ما بموتش. وبيكون الشيطان ده بيدور على الشعلة الابديه ودي موجوده في اسجارد، ولو التاج بتاعه لمسها حجمه هيكبر ويبقى حجم كوكب، وساعتها هيقدر يدمر اسجارد. بعد كده بيستدعي ثور المطرقه بتاعته وبدا يقتل في كل الجنود بتوعه وبيتقاتل معاه وبيقدر يهزمه، وبياخدوا بعدها التاج بتاعه علشان يحبسه في اسجارد. بعدها بيطلب من همدان يرجعه، لكن اللي بيكون موجود هناك شخص اسمه سكارج، وبيفضل ثور ينادي عليه وبيسمعه وبيفتح له البوابه وبيرجعه فعلا لاسجارد. بعدها بيروح ثور لاودن وبيلاقي المسرحيه شغاله عن حياته، وبيفهم ان ده لوكي مش اودن، وبيساله عن المكان اللي موجود في اودن موجود فين. وبيستدعي بعدها المطرقه بتاعته وبيهدده وبيقول له لو ما قلتليش مكانه هتموت، وبيظهر على شكله الحقيقي. وبياخد بعدها ثور لكوكب الارض وبيقول له ان ساب اودن هنا، ودي بتكون دار مسنين وتهدد.
بعدها بيظهر فتحة وبيقع منها لوكي وبيوصل لسور كارت في عنوان، ولما بيروح العنوان ده بيلاقيه دكتور سترينج وبيسأل سور انت بتعمل ايه هنا؟ فبيقول له انا هنا عشان بدور على اودن، وبيقول له عرفتك مكانه هتمشي؟ فبيقول له طبعا فورا. وبيقول له دكتور سترينج ان لوكي بيشكل تهديد على العالم، وبيجيب له بعدها لوكي وبيوديهم لمكان اودن وبيلاقوه فعلا هناك. وبيروح سور لاودن عشان يتكلم معاه، فبيحكي له اودن عن اختهم وبيكونوا ما يعرفوش عنها حاجه، وبيقول لهم انه كان حابسها طول الفتره دي لان قوتها كانت كبيره جدا وهدفها تغزو العوالم كلها. وبيتلاشى اودن وبيموت. بعدها بتظهر هيلا اخت سور وبتقول لهم ينحنوا قدامها، فبيحاول سور يضربها بالمطرقه بتاعته وبتوقفها بسهوله جدا وبتدمرها. وبيخاف لوكي من كتر قوتها وبيقول لسكارجي يرجعهم فورا، وبيكون دي اكبر غلطه عملها. وبتروح وراهم هيلا وبتتقاتل معاهم وبتطردهم من الجسر، وبكده هيقعوا في اي حته في الفضاء. واول ما بتوصل اسجارد بتقتل في كل الموجودين، وبينحني سكارجي قدامها. وبيفوق سور بيلاقي نفسه في مكان غريب وفي قدامه ناس مسلحه وبيحاولوا يقبضوا عليه، وما بيقدرش يدافع عن نفسه لانه فقد المطرقه بتاعته. وبتوصل فجاه مركبه فيها بنت اسمها فالكري وبتخلص عليهم، وبيفرح سور جدا وبيشكرها، لكنها بتكهربه وبتفقد الوعي وبتاخده معاها. بعدها بنشوف هيلا وهي واقفه قدام جيش اسجارد وبتقول لهم انها بنت اودن الاولى وانها بقت الملكه بعد موت اودن، وبتطلب منهم يركعوا قدامها. ولما بيرفض قائد الجيش بتقتله، وبتفضل تقتل في كل الجيش وبتكون قويه جدا لدرجه ان هزمت جيش اسجارد كله بسهوله. وبيستغل همدان الوضع لانها مشغوله وبياخد السيف اللي بيتحكم في الجسر وبيهرب بيه. بعدها بنشوف فالكري اللي باعت سور للشخص ده وبيسموه المعلم الاكبر. ولما سور بيحاول يقوم بالكهرباء فالكري بالجهاز اللي معاها، وبيلاقي كمان هناك لوكي وبيكون المكان ده عباره عن مصارعه، وبيقول له المعلم الاكبر انك هتتقاتل مع المصارع بتاعي ولو غلبته هسيبك تمشي. وبيكون المقاتل بتاعه ده ما اتهزمش قبل كده، وبيوافق سور. بعدها بيرموه في زنزانه. وبنشوف بعد كده وبيروح لهيلا وهي بتدخل القصر وبتدمر الرسوم اللي موجوده في المكان، وبتظهر الحكايات القديمه وهي ان هيلا واودن كانوا بيغزوا العوالم زمان ومحدش قادر يوقفهم، وانها كانت عايزه تغزو الكون كله لكن اودن منعها وحبسها. بعدها بتروح للشعلة الأبدية وبتاخد جزء منها وبتكسر الأرض، وبيكون في مكان سري تحت الأرض جيش هيلا بيكون مدفون فيه، وبتستخدم الشعلة الأبدية وبتصحيهم من تاني وبتصحي كمان الوحش بتاعها. بعدها بنشوف ثور اللي بيحاول يستعد للقتال وبيجرب أسلحة كتير عشان يستخدمها، وبيشوف وشم على إيد فالكري وده وشم قبيلة المحاربات وبيعرف إنها من أسجارد. ولما بيطلب منها تساعده بترفض، وبيحاول يفكرها بالقبيلة بتاعتها لكنها بتكونش مهتمة. بعدها بيكتفوا ثور وبيحلقوا له شعره وبياخدوه لحلبة المصارعة وبتكون مليانة ناس. ولما بيشوف الشخص اللي هيقتله بيلاقيه هالك وبيفرح جدا وبيقول للجمهور ان احنا اصحاب، وبيحاول يتكلم مع هالك لكنه بيهجم عليه وبدأ يضرب فيه بكل قوة. وفجأة بتيجي تصور رؤية عن اودن وبترجع له قوته من تاني، وبدأ يضرب هالك وبتكون المطرقة ما كانتش هي مصدر القوة بتاعت ثور ولكن كانت بتساعده في التحكم فيها، وبيكون هيهزم هالك. وقبل ما يقضي عليه بيكهربوا المعلم الأكبر وبيفقد الوعي، وبينط هالك فوق وبيضربه وبيكسب القتال. بعدها بتجمع هيلا جيشها من تاني وبتقرر تحتل كل العوالم، وبتروح فعلا للجسر عشان تروح اول عالم تغزوه لكنها بتلاقيش السيف، وبتطلب هيلا من جيشها يعرفوا مين اللي خده. وفي نفس الوقت بيكون هامدال جمع كل السكان اسجارد ومخبيهم في مكان سري. بعدها بيفوق ثور وبيلاقي نفسه في اوضه واحده مع هالك، وبيفضل يتكلم معاه وبيقول له انت جيت هنا ازاي، وبيوري له هالك السفينه بتاعته. وبيفرح ثور جدا وبيقول له هالك انه هياخدها ويرجع بها لاسجارد، وبيطلب منه يجي معاه لكنه بيرفض وبيقول له انه مبسوط هنا. ولما بيجي يخرج ثور من الباب بيلاقيه مقفول وبيتكهرب، وبيفضل هالك يضحك عليه وبيحاول يتواصل مع همدال، وبيقدر همدال يوري له إيه اللي بيحصل في اسجارد، وبيطلب منه يجي بسرعه عشان ينقذهم قبل ما هيلا تقتلهم. بعدها بتدخل فالكري وبيطلب منها ثور تاني تساعده لكنها بترفض، لكنه بيقدر ياخد منها الجهاز اللي بيتحكم فيه من خلاله وبيقدر يحرر نفسه. بعدها بيهرب من المكان ده وبيروح للسفينه وبيجري وراه هالك وبيقول له ما يسيبهوش لانه بيعتبره صاحبه. ولما بيشوف هالك التسجيل بتاع ناتاشا بيرجع لطبيعته من تاني كبروس بانر، وبيكون مش فاكر اي حاجه، وبيكون على الكوكب ده من سنتين بشخصيه هالك وهي اللي كانت بتتحكم فيه. بعدها بيتعصب المعلم الاكبر على لوك وفالكري وبيطلب منهم يلاقوا هالك فورا، ولما بيخرجوا بيفكرها لوكي بقبيله المحاربات واللي ماتوا كلهم على ايد هيلا، فبتتعصب جدا وبتضرب لوكي. وبتدور بعدها على ثور وبتقدر توصل له وبتقرر تساعده وبتاخده بعدها لبيتها، وبتكون حابسه لوكي هناك وبتعرفه ان هم عشان يوصلوا لاسجارد هياخدوا مده كبيره قوي.
فبيقول لها ثور ان احنا هندخل من البوابه دي، فبتقول لو دخلنا من البوابه دي هنتدمر، وعشان ندخل منها محتاجين سفينه المعلم الاكبر، لان لو اي سفينه تانية دخلت الطاقه هتفجرها. بعدها بيعملوا خطه، بتروح فالكري عشان تحرر المساجين اللي كانوا مع ثور، وبيروح ثور ولوكا عشان ياخدوا السفينه، وبيبداوا يدمروا في حراس المعلم الاكبر وبيهزموهم، وبيوصلوا بعدها للسفينه، وبيحاول لوكي يخون ثور، لكنه بيكون اتعلم الدرس المره دي وفهمه، وبيكون بيحط الجهاز اللي بيكهرب عليه وبيفقد الوعي وبيسيبه، وبياخد المركبه وبيهرب، وبيطير وراه الحراس بتوع المعلم الاكبر وبيحاول يهرب منهم. فبترمي له فالكري بروس بانر وبيطلب منه ثور يسوق السفينه، وهو بيبدا يتقاتل هو وفالكري مع الحراس وبيدمروهم، وبيقدروا يدخلوا من البوابه دي فعلا وبيوصلوا اسجارد. وفي نفس الوقت بتكون هيلا قدرت توصل لهاميدال وسكان اسجارد، لكن هاميدال بيقدر يهربهم من تاني، وبيوصل بعدها ثور وبيقعد على العرش وبيفضل يعمل صوت عالي علشان هيلا تسمعه، وبتسمعه فعلا وبتروح له. وفي نفس الوقت بيكون المساجين قدروا يهربوا وبيروحوا ياخدوا سفينه عشان يروحوا لسور اسجارد، وبيلاقوا قدامهم لوكي فبيحرروه بياخدوه معاهم، وبيوصلوا وبيهجم الوحش بتاع هيلا على سكان اسجارد، لكن بروس بانر بيتحول لهالك وبدا يضرب فيه، وبدا يساعد هو وفالكري السكان وينقلهم للسفينه اللي معاهم. وبيكون ثور بيتقاتل مع هيلا، لكنها بتكون قويه جدا ومش قادر يهزمها، وبتقدر كمان تطير عينه وبتكون هتخلص عليه. وقبل ما تقتله بيشوف ثور رؤيا الاودن وبيقول له ان اسجارد مش مجرد كوكب وانما شعب، وبيعرفوا ان المطرقه ما كانتش مصدر قوته ولكن كانت بتساعده بس انه يتحكم فيها. وبيقدر ثور يستعيد قوته من تاني، وبيضرب هيلا بالبرق وبيطيرها من قدامه، وبيروح بعدها للجسر وبدأ يضرب في جيش هيلا هو فالكري وهالك ولوكي، والمساجين كمان بيساعدوه وبيقدروا يهزموا جيش هيلا. بعدها بيطلب ثور من لوكي ان ياخد التاج بتاع الشيطان ويحطه على الشعلة الأبدية، وساعتها يتحول لحجم الكوكب وهو الوحيد اللي هيقدر يهزم هيلا. وبيبدأ يتقاتل مع هيلا هو وفالكري عشان يشتتوها، وبيوصل فعلا لوكي للتاج وبيحط على الشعلة الأبدية، وبيلاقي كمان التسراكت قدامه وبياخدها، وبيتحول للشيطان ده فعلا وحجمه بيكبر وبدأ يدمر في أسجارد، وبياخد ثور كل السكان بتوعه بيهرب بالمركبة وبيدمر الشيطان ده الكوكب وبتموت هيلا. بعدها بيقرر ثور إنه ياخد كل سكانه ويروحوا كوكب الأرض عشان يعيشوا هناك، وبيكون لوكي خايف يروح الأرض لأن كان بيحاول يدمرها قبل كده. الفيلم بيبدأ مع واحد اسمه بوتشر، وبتكون بنته تعبانة جدا وبتموت، وبيكون بوتشر شخص ضعيف جدا وفقير، وده لأن كوكبهم خلص من عليه الموارد، وأول ما بتموت بنته على إيده بينهار وبيدفنها في الصحراء. بعدها بيسمع صوت بيقول له يروح له، وبيمشي فعلا ورا الصوت وبيلاقي غابة في قلب الصحراء وفوق قصاده مية وفاكهة، وبدأ ياكل ويشرب، وبيلاقي سيف على الأرض بيجرحه وجسمه بيلتحم تاني، وبيكون قدامه الملك بتاعهم وبيقول له انت ازاي تتعدى على أرضي وتاكل من أكلي، وبيقول له ان شعبه كله ماتوا من كتر الجوع لأن ما عندهمش موارد، وبيطلب منه يساعده هو وشعبه لكن ما بيهتمش، وبيكون الملك ده أناني جدا فبيغضب عليه بوتشر وبيشتمه، وبيتعصب الملك عليه جدا وبيكون هيقتله. وقبل ما بيموت بيسمع صوت في دماغه بيقول له لو عايز تنتقم هساعدك، وبيختاروا السيف وبيقتل بوتشر الملك ده. وقبل ما يموت بيقول له ادام السيف اختارك يبقى انت ملعون، لكن بيقول له بوتشر انا مش حاسس انها لعنه وانما دي نعمه، وبيحلف يقتل كل الملوك اللي في الكون. بعدها بنشوف كروج صاحب ثور وبيحكي الاطفال عن ثور، وان ثور من هو صغير كان دايما موجود في المعارك، وبنشوف مراحل تطوير ثور من وهو صغير لحد ما بيكبر، وبيحكي لهم كمان عن جين فوستر الوحيده اللي ثور حبها بجد، وبيقول لهم انه خسر كتير جدا، خسر ابوه وامه واخوه وخسر كمان كوكبه ونص شعبه لحد ما انضم للافنجرز وقتل معاهم زانوس، وبعدها انضم للجارديان اوف ذا جالاكسي. بعدها بيبدا يتدرب ثور وبيرجع لجسمه من تاني، وبيجي له كويل وبيقولوا ان هم عايزينه في معركه، وبيركب ثور فعلا السلاح بتاعه وبيروح لارض المعركه وبيقابل هناك سكان الكوكب ده وبيطلب منهم يساعدوه، فبيستدعي ثور الفاس بتاعه وبدا يقتل فيهم وبيهزم الناس دي بسهوله جدا. بعد كده بنشوف جين على كوكب الارض، وبتكون جين مصابه بالسرطان وفي مراحل متقدمه وبتكون قربت تموت، وبتشوف بعدها كتاب عن المطرقه بتاعت ثور وان لازم اللي هياخدها يبقى جدير بيها. بعدها بنروح لاسجارد الجديده اللي بتكون موجوده على كوكب الارض، وبتكون هناك المطرقه بتاعت ثور اللي اتدمرت، وبتروح لها جين وبتفضل واقفه قدامها شويه وفجاه المطرقه بتتحرك. بعد كده بنشوف ثور اللي بيشوف فيديو لواحده من فريقه القديم وبتكون بتستنجد بيه، وبيقرر ثور يروح لها، لكن كويل بيقول له ان في ملوك كتير بتموت ولازم نتقسم لفريقين، وبيكون ثور وكريج مع بعض والجارديان في فريق مع نفسهم. وبيروح ثور فعلا لصاحبته وبتكون لسه عايشه، ولما بيسالها ايه اللي حصل فبتقول له ان في شخص اسمه جور بوتشر وده بيدور على كل الملوك اللي في الكون علشان يقتلهم، وبتقول له ان الهدف التالي هو اسجارد. بعد كده بنشوف بوتشر واللي بيكون وصل فعلا لاسجارد هو والجيش بتاعه اللي بيكون مليان عناكب كبيره وبيهجموا على الاسجارد وبيحرقوها، وبتظهر فالكري وبدات تتقاتل مع جيش بوتشر، وبيوصل بعدها ثور
وبدأ هو كمان يتقاتل معاه. وفجأة بنلاقي المطرقة بتاع السور بدأت تقتل هي كمان في كل جيش بوتشر. وبيفرح جدا سور أول ما بيشوفها، ولما بيحاول يستدعيها ما بيقدرش، وبتكون جين هي اللي امتلكت قوة المطرقة وبدأت كمان تساعد سور في هزيمة جيش بوتشر. وبيفتكر سور ذكرياته معاها لما كانوا عايشين مع بعض، وإن في مرة كان بيكلم المطرقة وبيقول لها تفضل تحمي جين مهما حصل، وما يعرفش إن الكلام ده اتسجل على المطرقة كتعويذة. وده بيفسر لجين امتلك قوة سور ازاي. وبيظهر بوتشر وبدأ يهاجم سور وبيكون قوي جدا وسور مش قادر عليه، وبتظهر فالكيري وجين وبدأوا يساعدوه لكن بيهرب. وفي نفس الوقت بيكون الجيش بتاعه خطفوا أطفال أسجارد. بعدها بيفضل يتكلم سور مع جين وبتكون وحشاه جدا. بعد كده بنشوف سكان أسجارد وهم متجمعين عشان يشوفوا حل يرجعوا الأطفال تاني، وبيكون سور باصص للمطرقة بتاعته القديمة وبيكون عايز ياخدها. ولما بيحاول يستدعيها بيجيله الفاس الجديد. بعدها بيبدأ سور يتكلم مع سكان أسجارد وبيهديهم وبيقول لهم ان هيلاقي طريقه ويرجع الاطفال. بعد كده بيتجمع مع جين وفالكري وبدا يكلمهم عن السيف اللي مع بوتشر، وان السيف ده من قديم الازل وبتنقل بين الناس اللي بتسعى للانتقام وبيسيطر عليهم. وبتظهر بعدها راس طفل وبيكون ابن هاميدال وبيقدر يتواصل مع سور وبيكون عنده نفس قوه والده، واللي بيقدر يوري سور المكان اللي هم فيه. وبيكون ده كوكب الظلام، وبيعرف سور مكانه فعلا وبيقرر يروح للمكان ده عشان يحرر الاطفال. لكن المكان ده بوتشر بيكون فيه قوي جدا وهيحتاجوا مساعده، وبيقرروا يروحوا لزيوس علشان يطلبوا منه مساعده. بعدها بيبداوا يجهزوا السفينه علشان يروحوا لزيوس، وبيلاقي سور المطرقه بتاعته القديمه وبيفضل يتكلم معاها. وبتدخل عليه جين وبيسالها ازاي قدرت تمتلك قوه سور، فبتقول له انها حست بيها، ولما راحت لمكانها وقربت منها لقيتها بتلتئم تاني وبتروح لها. بعدها بيستخدموا قوه المطرقتين وبيقدروا يطيروا بالسفينه وبيوصلوا فعلا لمملكه زيوس. وبتفضل جين تتكلم مع سور وبتساله اذا كان ارتبط بعدها ولا لا، فبيقول لها سور انه قرر يعيش حياته للمعارك وبس. ولما بتساله فالكري انت لسه بتحبها، فبيحاول يتهرب من السؤال. بعدها بنشوف الاطفال اللي مخطوفين وواحد منهم بيقول لهم ان اكيد سور هيجي وينقذه، وبيفضل يحكي لهم عنه بانبهار وعن بطولاته. لكن بوتشر بيظهر لهم وبيرعبهم وبيقول لهم ان هيقتل سور. بعدها بنشوف سور وفريقهم قاعدين قدام زيوس وبيكون سور معجب جدا بيه وبيعتبره مثل اعلى، وبيفضل يقول له انهم محتاجين الربح اللي معاه علشان يواجهوا بيه بوتشر. وبيقول لهم سور انه هيكلمه دلوقتي ويطلب مساعدته. وبيتكلم مع زيوس لكن بيقول له انه مش سامعه، وبيقرب فعلا سور منه وبيقول له ان هم محتاجين مساعدته هو والجيش بتاعه. وبيبدا يحكي له عن بوتشر وبيقول له انه بيقتل كل الملوك اللي في الكون باستخدام سيف الظلام اللي معاه. لكن زيوس بيقول له ان كل اللي قتلهم كانوا ضعاف وان بوتشر ده ضعيف جدا ومفيش قلق منه. وببدا يتريق عليه هو وسور وبيقلل منه. لكن سور بيغضب جدا وبيتعصب عليه وبيشتمه، فبيتضايق منه زيوس وبيربطه وبيقول ان مشكلته يحلها بنفسه وانه بس هيحمي المملكه بتاعته. وبيكون اصلا زيوس خايف من بوتشر جدا وخايف من السيف اللي معاه لا يقتله، وبيقول له ان هم هنا امان ولكن لو حاربوا معاه هيموتوا. وبيعرف سور ان الشخص اللي كان شايفه مثل اعلى بيكون جبان، ولما بيطلب منه الرمح بتاعه عشان يواجه بيه بوتشر بيرفض زيوس وبيفضل يقول لشعبه ان بوتشر عمره ما هيوصل للخلود. وبتسال جين فالكري عن الخلود، فبتقول لها ان ده مكان في الكون بوتشر عايز يوصل له، ولو وصل له ساعتها هيقدر يتمنى اي امنيه وهتتحقق مهما كانت قوتها وحجمها. فبيقول له سور انه لو وصل للخلود ممكن يتمنى امنيه ويقتلنا كلنا. لكن زيوس بيقول له مش هيعرف لان مش معاه المفتاح بتاع بوابه الخلود، وعشان يوصل لازم يكون معاه المفتاح وان المفتاح مش معاه. فبيقرر سور يمشي ويواجهه بنفسه، لكن زيوس بيمنعه لانه لو اتهزم من بوتشر هيقدر يعرف منه مكانه وساعتها هيجي ويقتله. فبتتدخل جين وفالكري وبداوا يتقاتلوا مع حراس زيوس وبيقتل زيوس كورج صاحب سور. فبيتعصب سور جدا وبيستدعي قوته، ولما زيوس بيرمي الرمح بتاعه عليه بيقدر سور يمسكه وبيقتل بيه زيوس. وبيلاقي ساعتها كورج لسه عايش وبياخد دماغه معاه وبيستدعي السفينه بتاعتهم علشان يهربوا. وبتروح فالكري وبتاخد الرمح بتاع زيوس وبيهربوا من المكان وبيكونوا مبسوطين جدا ان هم خدوا الرمح. بعدها بيتكلم سور مع جين وبيقول لها انه لسه بيحبها وانه طول الفتره اللي فاتت كان بيحاول ينساها لكن ما عرفش، وانه بعد عنها عشان كل ما بيقرب من حد بيموت وما كانش عايزها تموت. وبيعرف انها عندها سرطان وقربت تموت وان قوه المطرقه خلتها كويسه الى حد ما لكن ما حلتش المشكله. وبيقول لها سور ما دام اختارتك يبقى انت جديره بيها، وبيكون زعلان انها هتموت قريب وبيقرر يرجعوا لبعض تاني. بعدها بتجيلهم فالكري وبتقول لهم ان هم وصلوا لكوكب الظلام، وبيلاقي نفسهم فجاه لونهم بقى اسود وبينزلوا على الكوكب فعلا وبيلاقوا قدامهم خيمه. ولما بيدخلوا فيها بتفضل جيم تقرا الكلام اللي مكتوب على الجدار وبتعرف ان ده فخ وان مفتاح الباب الخلود هو الفاس بتاع سور، وبتاخده وبترميه بعيد. وبيلاقوا بوتشر قدامهم وبيهجموا عليه لكنه بيتفادى المطرقه وبيقدر يثبتهم كلهم ويشل حركاتهم. وبيقول له سور يستدعي المطرقه لان مهما حاولت توقفني مش هتعرف.
وبيقول له انه هدفه السلام، وبيروح لجين وبيقول لها انت مختلفه، وبيكون عارف انها هتموت قريب، وان المطرقه ادتها قوه زي ما السيف ادته قوه، لكن ده مش هيمنع قدره ويغيره. وبيعرف سور انها هتموت قريب، وبيقول كمان لسور انه حاسس بيه لان بنته هي كمان ماتت، وبيقول له يستدعي الفاس والا هيقتلها. وبدأ يخنق في جين، وبيستدعي سور الفاس فعلا، وبيحرر نفسه هو وفالكري وجين، وبدأ يتقاتل مع بوتشر، وبيستدعي كمان بوتشر الجيش بتاعه، وبدأوا يتقاتلوا معاهم، وبتتعب جين من كتر القتال، وبيروح سور عشان يساعدها، وبتروح فالكري عشان تحارب بوتشر بالسيف بتاع زيوس، وكانت قربت تهزمه، لكن في النهاية بيهزمها بوتشر وبيطعنها، وبيتعصب سور جدا، وبيهجم عليه بكل قوته، وبيهرب بوتشر، وبيحاول سور يخرج من المكان عشان ينقذ فالكري قبل ما تموت، لكن بيظهر فجأة بوتشر وبياخد منه الفاس بتاعه. وأول ما بيوصل الأرض بتفقد جين الوعي بسبب السرطان اللي عندها، وبتنتقل بعد كده للمستشفى، وبيروح لها سور وبيقول لها إن استخدامك للمطرقة بيستنزف قوتك، وبتطلب منه يرجع تاني ويحرر الأطفال ويهزم بوتشر. بعدها بيروح لفالكري وبتكون بقت كويسة، لكن لسه مش تقدر تحارب، وبتديله رمح زيس وبتقول له يستخدمه عشان يهزم بوتشر، وبيروح فعلا سور لمكانه. بعدها بيكون بوتشر قدر يوصل للبوابة اللي هيتنقل منها للخلود ومع الأطفال، وبيوصل سور وبدأ يتكلم معاهم إنهم يحاربوا معاه باستخدام سيف زيوس، ويقدر يوزع قوة الرمح عليهم، وبدأوا يتقاتلوا مع جيش بوتشر. وبيروح سور لبوتشر وبدأ يضرب فيه، وقدروا الأطفال إن هم فعلا يهزموا جيش بوتشر، لكن بوتشر بيكون قوي جدا وبدأ يضرب في سور تاني بكل قوته، وبيكون قرب يهزمه، فبتحس جين بيه وبتستدعي المطرقة بتاعتها، وقبل ما يخلص عليه بتظهر فجأة وبتنجز سور، وبيبدأ يتقاتل هو وجين مع بوتشر، والمرة دي بيكونوا أقوى منه، وبيقدروا يستدعوا الفاس من تاني، وبيدوا له سور لابن هودن، وبيقدر يرجعهم كوكب الأرض، وبيدمروا كمان السيف بتاع بوتشر، لكنه بيكون فتح البوابة أصلا، وبتكون فتحت لمكان الخلود، وبيقدر يدخل منها بوتشر، وبكده يقدر يتمنى أي أمنية وتتحقق، وبيكون أصلا عايز يتمنى إن كل الملوك اللي في العالم يموتوا. فبيحاول سور يتكلم معاه ويقول له ما يعملش كده، وإن لو عمل كده مش هيبقى مرتاح، وما تخليش الانتقام يتملك منك، ويقول له انت دلوقتي تقدر ترجع بنتك من تاني. وبيسيبه سور وبيمشي، ولما بيمشي بيقول له بوتشر انت ازاي تجرؤ تديني ظهرك؟ فبيقول له ليه، افضل اللي فاضل من حياتي معاك. وبيروح بعدها لجين اللي بتكون قربت تموت، فبيقول له بوتشر أنا لو رجعت بنتي هتبقى وحيده، لان هو كمان تعبان وهيموت. فبتقول له جين مش هتبقى وحيده، وبتفضل تبص لسور. بعدها بيتمنى امنيته ان بنته ترجع للحياه من تاني، وبترجع بنته فعلا للحياه، وبيحضنها بوتشر، وبيكون خلاص هيموت على ايديها، وبتموت كمان جين على ايد سور. واخر حاجه قالها بوتشر قبل ما يموت قال لسور يخلي باله منها، وبيموت بعدها على ايد بنته. بعد كده بيتعمل لجين تمثال في اسجارد وهي شايله المطرقه، وبيرجع تاني كروش لحجمه وجسمه، وبيبدا سور يعتني ببنت بوتشر، وبيكونوا مبسوطين جدا مع بعض، وبيستخدم المطرقه بتاعته القديمه، وبيبدي الفاس لبنت بوتشر، وبكده بقت بتمتلك القوه بتاعته، وبداوا الاتنين يحاربوا الجريمه مع بعض. ودي كانت نهايه الجزء الرابع والاخير من سلسله افلام سور. ولو لسه ما شفتش اول 3 اجزاء هتلاقيني سايب لك الروابط بتاعتهم تحت في صندوق الوصف، تقدر تتفرج عليه. ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش دعمونا باشتراك ولايك وتعليق جميل علشان يوصل لكم كل جديد، وشكرا.